بعد فترة استخدام طويل، دي 8 عيوب ظهرت معايا في الجالاكسي اي 16، وبتمنى سامسونج تتجنبها في الجالاكسي اي 17 السنة الجاية. أول عيب حواف الشاشة والنوتش القديم. دلوقتي زي ما انت شايف ان الجالاكسي اي 16 جاي بالنوتش القديم للكاميرا السيلفي، وعندك كمان حافة سفلية كبيرة قوي يا سامسونج هنا موجودة تحت. شوف، انا ما عنديش مشكلة ومتسامح جدا مع شكل النوتش القديم بتاع الكاميرا، ان هو مش ثقب، ولكن كنا على الاقل المفروض نشيل الحافة السفلية الكبيرة قوي تحت دي. يعني استنى كده عشان تبقى واضحة معاك اكتر. بص الحافة السفلية دي، كل دي حافة سفلية موجودة في الجالاكسي اي 16. ولكن حق يتقال، يعني هما اشتغلوا على الحواف اللي موجودة يمين وشمال الشاشة هنا، هي قلت عن اللي موجودة في الاي 15. فلو كانوا ادونا مثلا حافة زي اليمين والشمال دي تبقى موجودة تحت هنا، لا الموضوع بصراحة كان هيفرق ويبقى في حتة تانية. تاني عيب معانا هو موجود في الشاشة برضو. عندك هنا الشاشة سطوحها بيوصل ل 800 نتس، رقم محترم ورقم كويس جدا ونوعا ما مرضي معاك في الشمس، ولكن ده ما اتطورش عن اللي موجود في الاي 15. لو تفتكر معايا الاي 15 كان برضو جاي بال 800 نتس، وعندنا دلوقتي في الفئة دي بنشوف ال 1000 وال 1200. ولازم تبقى عارف هنا لما يجي نرجع شوية للجالاكسي اي 14، هو اصلا كان جاي ب 1000 نتس، وسامسونج كانت عاملة طفرة في الموبايلات دي ساعتها. اي 14 24 ولا 34 ولا 54، كانت سامسونج هي اول شركة تحط في موبايلاتها ال 1000 نتس، وكانت حاجة محترمة جدا الحقيقة. وما كانش في ولا شركة ساعتها بتنافسهم في السطوع بتاع الشاشة، بالذات في السنة دي. يعني فين لما بقى الشركات فاقت السنة اللي بعديها وبدأ يحطوا أرقام كويسة. فضلت سامسونج زي ما هي، يا ريت فضلت حتى زي ما هي 1000 نتس مع الاي 14، يبقى الاي 15 1000 نتس مثلا. لا، جت في الاي 15 حطيت لك 800 نتس، يعني عشان يدوك شاشه سوبر اموليد احلى في الالوان، الصراحه احلى كتير جدا كمان، فخلوها 800. عديناها في الاي 15، نيجي الاي 16 نطورها بقى تبقى 1000، لا لسه 800 برضه. فيعني بنتمنى مع الجالاكسي 17 نرجع بقى لل 1000 نتس. تالت عيب معانا برضو موجود في الشاشة. عندنا شاشة هنا سوبر أموليد، لكن في نفس الوقت سبحان الله يعني غير داعمة لل Always On Display، اللي هي بتعرض لك الساعة والإشعارات ونسبة البطارية. هي والشاشة مقفولة، بتبقى فيه هنا في الحتة دي الحاجات دي موجودة، يعني بتوفر في البطارية. والموضوع ببساطة إن البكسلات بس اللي ظهر فيها الساعة هي اللي بتبقى منورة، وباقي بكسلات الشاشة كلها بتبقى مطفية، فده بيوفر في البطارية. وده ما ينفعش اصلا يبقى موجود غير مع شاشات الاموليد والسوبر اموليد. هنا الشاشه سوبر اموليد، ولكن سبحان الله ما فيهاش always on display. يعني انت ما تيجي هنا تخش على الاعدادات، تروح كده عند الشاشه اللي المفروض تلاقي هنا ال always on display، قلب كده معايا، مش هتلاقي اي حاجه تخص ال always on display. دي برضو نفس المشكله اللي كانت موجوده في الاي 15، واللي هم لسه برضو تمسكوا بيها في الجالاكسي اي 16. فيعني نتمنى في الاي 17 نضيفها، لان هي حاجه المفروض تبقى موجوده اصلا. يعني عندك انت في شركات تانية دلوقتي الشاشات بتاعتها اي بي اس، شاشات تعبانه، شاشات اتش دي، وحاطين لك فيها سبحان الله اولويز اون ديسبلاي. طبعا هي هناك لا بتوفر في البطاريه ولا حاجه، هي ميزه موجوده، فاحنا بنقول بس يعني احنا عندنا الشاشات ينفع تحط فيها كده، يعني حطها لنا. العيب اللي معانا بعد كده ان الجالاكسي اس 16 غير داعم لمستشعر الجيروسكوب. مستشعر الجيروسكوب هنا مش موجود في الموبايل. طبعا ده مستشعر بسيط جدا بس بيقوم بدور مهم. انت وبتلعب في الالعاب، مثلا الالعاب اللي بتبقى تحتاج تميل فيها شمال ويمين زي العربيات كده والموتوسيكلات، ده بيساعد في توازن الموبايل انه يعرف اليمين من فين من الشمال من الكلام ده. طبعا ده مش موجود، وده برضو ليه دور كويس في التصوير وان الفيديو يطلع معاك ثابت انت وبتصور بالموبايل. فيعني ليه دور كويس في الموبايل، فده مش موجود هنا. والحقيقة لازم تبقى عارف كده ان دي مشكلة متوارثة في الجالاكسي اي 10 اكس. قصدي ايه بالاي 10 اكس؟ يعني من اول اي 10 والاي 11 12، كل دول مفهومش مع الاسف جيروسكوب. طيب نيجي في ال 14 نحطه، لا مفيش. طب نحطه في ال 15، برضه مفيش. نيجي في ال 16، برضه لحد دلوقتي في 2025 موبايل مفهوش جيروسكوب. دي حاجة غريبة جدا، انا مش فاهم ليه سامسونج بتعمل كده. اه هي عايزة تميز كل فئة عن الفئة الأعلى منها، لكن دي مش حاجة نقعد نتكلم فيها دلوقتي موجودة ولا لأ. دي حاجة كده المفروض تبقى بديهية موجودة في الموبايل. يعني وجودها مش ميزة، لكن عدم وجودها عيب. تاني عيب معانا بعد كده هو موجود في الكاميرات، وبصراحة أنا مش بعتبره عيب قوي، بس أنا قلت أقول لك عليه. ما عندناش هنا مثبت بصر حقيقي في الكاميرا او اي اس.
هو اس ده اللي بيبقى مسؤول عن تثبيت الفيديو. انت بتصور فيديو او بتصور صور تطلع معاك، لو ايدك اتهزت شويه الفيديو بيطلع معاك ثابت جدا عادي بدون اي مشكله. يعني حقيقه كاميرا اي 16 كاميرا محترمه جدا، اضافه الاو اي اس هنا كان هيفرق. ولازم نبقى يعني قايلين الحقيقه الصراحه ان اصلا مفيش اي موبايل تحت ال 10000 جنيه تقريبا او بينافس الاي 16 وفي مثبت بصري. احنا بس بنقول ان ده لو كان موجود هيفرق، ونتمنى ان هو يبقى موجود في الاي 17 السنه الجايه. العيب اللي بعد كده انك انت ما عندكش هنا في الموبايل مكان منفصل لتركيب الكارت الميموري. انت هنا عشان تركب الكارت الميموري لازم تتنازل عن الشريحة التانية. يعني ايه؟ انت عندك هنا المدخل عبارة عن مكانين لشريحتين خطين، والشريحة التانية المكان بتاعها ينفع يشتغل ككارت ميموري. يعني عندك المدخل هنا التاني بيقوم بوظيفتين، وظيفة للشريحة التانية، وفي نفس الوقت لو عايز تركب كارت ميموري فبتخلع الشريحة التانية وتركب الكارت الميموري ويبقى معاك خط واحد. يعني ما عندكش مكان منفصل للكارت الميموري. يعني نتمنى، مش هقول لك بقى ان هم يرجعوه تاني، لا نتمنى ان هم ما يشيلوش مكان الكارت الميموري اصلا. لان في موبايلات دلوقتي زي 56 وال 36 الموبايلات الجديده دي المدخل بتاع الكارت الميموري اتشال اصلا، ما ينفعش تركبه نهائي اصلا، مفيش مكان ليه. فيعني اتمنى من اي 17 لا يا سامسونج سيبوا لنا مدخل الكارت الميموري مكان الشريحه، عندي مش مشكله عادي يعني، بس سيبوه يعني. تاني عيب معانا بعد كده، عندك هنا مفيش مكان السماعات ال3.5 ملي، فيا اما تستخدم سماعات سلك تايب سي يا اما تجيب سماعات بلوتوث ايربودز. وهم طبعا شالوا المدخل ده لان الجالاكسي اي 16 جاء بمعيار مقاومة رذاذ الماء والغبار الاي بي 54. هم عشان الشهادة دي فشلك من عندك هنا مكان السماعات ال3.5 ملي. هي مشكلتي هنا مش ان هم شالوه، هم شالوه عشان مقاومة الماء والغبار، ماشي نعديها. كنت حاطط لي في العلبة بتاعته اللي جاية فاضية دي الحمد لله يعني وصلة تايب سي ل3.5 ملي. دي وصلة بتركب في الموبايل هنا تايب سي وتطلع لك الناحية التانية مكان ل3.5 ملي، فتقدر تشغل السماعات السلك العادية القديمة اللي موجودة عندك عادي جدا. لأن طبعا أنا دورت ولقيت كتير كل السماعات التايب سي السلك أقل حاجة تجيبها بتبقى ضعف تمن السلك ال3.5 ملي العادية وما بتبقاش حلوة أصلا. والايربودز طبعا عشان تجيبها هتخش لك في 1000 جنيه، وده موبايل فيه اقتصادية مش عايزين نخش في الحوارات دي كلها. فكنت حطيت لي الوصلة ال3.5 ملي اللي هي التايب سي. العيب اللي بعد كده وبرضه ممكن ما يبقاش عيب قوي، يعني ان الجالاكسي اس 16 هنا مش بيدعم تطبيق الجود لوك. جود لوك ده اللي هو تطبيق التابع لسامسونج اللي تقدر تعدل بيه على الواجهة بتاعتك وعلى موبايلك وتعمل تخصيص كبير جدا اكتر كتير من اللي موجود عادي في الواجهة دلوقتي. طبعا هما شايلينه الفئات اعلى، ولكن لو كان موجود هنا الصراحة كان هيفرق وكان يبقى موجود خيار للي عايز يقرب يقرب. نتمنى ان هو يتضاف مع الاي 17 مع اني بصراحة ما اظنش ان هما يعملوها. دي عيوب نتمنى انها ما تتكررش مع الجالاكسي اي 17 الجديد. ممكن بعض العيوب دي انت ما تشوفهاش انها عيوب اصلا وممكن ما تفرقش معاك، لكن الاكيد الحاجات دي لو اتغيرت واتحسنت هتديك تجربة استخدام افضل كتير جدا من دلوقتي. واوعى تفتكر عشان العيوب دي اللي انا قلتها لك ان الموبايل هنا وحش، بالعكس انا مصر ان الجالاكسي اي 16 اقوى موبايل فئة اقتصادية تحت ال10000 جنيه، وحرفيا مليان مميزات مليان مميزات. وده من افضل الموبايلات اللي ممكن تشتريها في الفئة السعرية دي. طبعا لو عايزين اعمل لكم فيديو مميزات عرفوني، وما تنسوش تشاركوني رأيكم في التعليقات. مع السلامة.